السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. نتقدم بأحر التعازي للعائلة متاع الضحية. قبل كل شيء بالنسبة لقضية الرأي العام اللي تخص الانستغراموز فرح بالقاضي، مانيش باش ندخل في تفاصيل الأحداث، يظهر لي تعرفوها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، واللي المحامي منير بن صالح اتهم فيها معناها خولة سليماني بالقتل العمد، وهذه حاجة واضحة مادام كلامها ماهوش مقنع. أنا حقيقة ما قنعتنيش وكذبت معناها في سرد الأحداث، ما كانتش صادقة وتروغ ياسر في الكلام وما وضحتش معناها الحقيقة، وهذا مش كان أنا لاحظته. معناها فما برشا معناها أشخاص برشا عباد لاحظوها عليها، خاصة اللي هي تهربت ومعناها يحب يقول يعني بالحرف الواحد هربت، ما حبتش معناها تهبط لتونس وتثبت اللي كونها هي معناها مريضة، وهكاك معناها التهمة تزيد تثبت عليها التهمة. حتى كان هي معناها بريئة، تنجم تثبت عليها التهمة. علاش ما تهبطش لتونس؟ يعني تنجم تهبط لتونس وتحضر في جنازة معناها صاحبتها. مش من حقنا باش نتهموها معناها بتهمة كبيرة كيف ما هذه، إنما تنجم تكون هربت خايفة معناها من البحث، ما تحبش معناها تبحث وتدخل في سين وجيم. الحاجة معناها اللي حبيت أنا نوصلها، والموضوع اللي معناها الفت لي انتباهي هو الطب الشرعي. علاش معناها الطب الشرعي لليوم ما عطاش حتى قرار، ما صرحش معناها أسباب الوفاة بالضبط؟ مفروض معناها ما حاجة كيما هكا ما يتسكتش عليها، معناها في أقرب وقت الطب الشرعي يخرج معناها التقرير متاعه. وعلى فكرة أنا عمري ما سمعت معناها وقضية غامضة كيف ما هذه معناها يتم الدفن قبل تصريح معناها الطب الشرعي، خاطر غامضة وتطرح برشا تساؤلات. وكيف بالنسبة معناها للقضاء وللحكومة مفروض معناها يبعثوا لها بطاقة جلب معناها للبحث، يخرج التقرير الطب الشرعي في أقرب وقت ويبعثوا لها بطاقة جلب معناها للبحث وللتساؤلات معناها على القضية هذه، باش ما يصيرش زادة كيف ما قضية رحمة الله يرحمها كانت تذكروها معناها تقتلت وماتت في ظروف غامضة وتدفنت وتدفن معاها السر، والمجرمين قاعدين معناها ينعموا بالحرية التامة معناها لليوم. وقضية رحمة مازالت معناها مازال معناها ما صار فيها حتى شيء، هي توفيت الله يرحمها ودفنت ومعناها ما خذتش حقها، والشيء هذا يعتبر تهاون وتقصير من الحكومة، خاطر للأسف الشديد مازال عنا التمييز ومازال عنا المعاملات مع الناس اللي واصلين وعندهم يد في السلطة. هذاك الشيء اللي يخوف، إن شاء الله ما يقعش معناها تدخلات سافرة ويتسكر الملف كما تسكر ملف رحمة. بالنسبة لمنير بن صالح ينجم يكون كيف ما يكون كلامه صحيح، كيف ما يكون كلامه غلط، على خاطر هو مش الغاية متاعه معناه البحث عن الحقيقة، الغاية متاعه هو يحب يعمل فرقعة إعلامية. وكيف ما قلت لكم منير بن صالح متسمي عليه اللي هو معناها محامي البوز، ومش غايته معناها البحث عن الحقيقة، غايته معناها باش يطلع اسمه، وبدليل كونه سابقا في معناها فيديو انا ذكرته واللي معناها شوه صورة تونس بالادعاء متاعه الكاذب، معناها بالنسبة للمرأة اللي عندها حق باش تاخو معناها زوز رجال وصرح به في الإعلام المصري. كان الرد متاعه سخيف جدا، وأيد كلام السيدة زادة هي اللي حبت تعمل بوز على ما أظن اسمها معناها الحاجة سندس،
إن شاء الله عموما البحث معناها ياخو مجراه وما تقعش معناها تدخلات سافرة، ويتسكر الملف كما تسكر ملف رحمة الله يرحمها، والسلام عليكم.